طيب وزي ما انت شايف اهوت هو طلب كود حاليا. هنخش بقى على البوت نشوف الكود وصل ولا ما وصلش. طيب وزي ما انت شايف اهوت الكود وصل معانا اهو. طب ده الرقم وده الكود اهوت. هتاخد الكود كده نسخ وبعد كده نخرج وطبعا نحط الرقم كده. طيب خلال ثواني هتلاقي الرقم اتفعل معاك. لو انت عايز تفعل رقم فيك للواتساب او للتليجرام ركز معايا في الشرح ويلا بينا على الشرح يا صديقي. السلام عليكم احلى ناس في الدنيا. النهارده يا عزيزي جايب لك حلقه وهي بالطبع بقى ايه ولا اي حلقه، يعني حلقه النهارده يا عزيزي حلقه طرش من الاخر. بس قبل ما ابدا الفيديو بقى على خيرة الله عايزك لا تنسى اللايك الشارخ الفايح السايح النايح، ولو انت لسه جديد وما اشتركتش في القناه انزل اشترك بقى واعمل الجرس على الكل. يلا بينا نبدا بقى الفيديو على خيرة الله وزيع يا ابن والدي. طيب يا صديقي لو نفسك تفعل رقم فيك للواتساب او للتليجرام ركز معايا في الشرح ده من البداية للنهاية، وما تنساش تعمل لايك على الفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل فكرة جديدة. ويلا بينا على الشرح. طب يا صديقي مبدئيا كده الطريقة عبارة عن انها بوت في التليجرام كالعادة. تمام. طيب زي ما انت شايف كده اللي هو البوت ده طبعا حرفيا لسه مفعل رقم قسما بالله ما يجي من 10 دقايق بالظبط. طيب لو انت نفسك تفعل رقم هتعمل طلب رقم كده وطبعا وهتظهر لك القايمة دي، هيظهر لك واتساب وتليجرام. تبدأ مثلا لو انت عايز تليجرام تضغط كده هيظهر لك اللي هي دولة ألمانيا. هترجع بقى لو انت عايز تفعل رقم للواتساب هتضغط على دي كده هيظهر معاك الدول دي كلها اللي هي اليمن وفيتنام والجزائر وغينيا وألمانيا والسنغال وزيمبابوي. وعندك هنا طبعا دول كتير اهي، وعندك هنا طبعا مصر وعندك الأذربيجان. طبعا لو انت عايز بقى تفعل رقم كده ممكن نضغط مثلا على دولة ألمانيا. طيب الأرقام اللي شغالة من الدولة دي هتلاقي اللي هي بتبدأ بتسعة أربعة واحد خمسة خمسة عشرة أو واحد خمسة خمسة حداشر. هي دي الدول بس اللي بتشتغل. تبدأ مثلا انت تاخد رقم أي رقم نسخ وتدخل على أي نسخة واتساب عندك طبعا وهتروح تطلب كود على اللي هي الدولة دي. طب احنا هنشوف معانا هتطلب كود ولا لأ. طبعا هو هنا الرقم شغال اهوت بدون أي مشاكل. تبدأ ان انت تضغط على كلمة نعم دي وتستنى تشوف ابعت رسالة ولا يقولك ايه. طيب هو هنا قالك حاول بعد 5 دقايق يعني بنسبة 90% الكود وصل. هترجع كده للبوت تاني وهتستنى 5 6 ثواني كده وتشوف الكود وصل ولا لأ. طبعا ده عندك قناة التفعيلات اهيت. لو ضغطت على كده طبعا بيظهر عندك أي رقم بيتفعل بيظهر عندك اللي هي من خلال القناة دي كده. طب بقى انت هتستنى كده 5 ثواني لو الكود موصلش هتعمل تغيير الرقم اللي هي دي كده وتطلب رقم غيره. طب يا صديقي انا طلبت رقم اهوت. تعال نشوف الكود وصل ولا لا. يعني هو بنسبة 90% لما بيجيلك 5 دقايق بتلاقي الكود وصل. ممكن موصلش معاك وممكن يوصل عادي. طب احنا لو دخلنا على البوت اهو تلاقي زي ما انت شايف الرسالة وصلت اهي. نبدأ طبعا ان احنا ناخد الكود كده نسخ ونروح طبعا نحطه في الخانة دي كده لازق بالطريقة دي وهتلاقي الرقم ان هو بعد 5 ثواني او اقل كمان هتلاقي الرقم ان هو اتفعل معاك. طب زي ما انت شايف هو تم التحقق. طبعا انت كده مفعل رقم. طبعا لقيت كومنت في الفيديوهات اللي فاتت بيقولك طب انت مفعلتش رقم في الفيديو فين المصداقية؟ اهي المصداقية بس عشان محدش يجي يتكلم ويقول لي في التعليقات الحاجة مش شغالة والتطبيقات مش شغالة والبرامج مش شغالة والبوتات والكلام ده كله. متنساش بقى تعمل لايك على الفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل فكرة جديدة. واشوفك الفيديو الجاي يا قمر. سلام.